عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم باش نعملوا جاتو اكا هو عدا راس العام قرب، ما عادش فما ايامات توا رانا قضينا قضيتنا ونحضروا في الجاتو نتاعنا. اليوم باش نودكم بجاتو بنكهه الكراميل بكريمه بنينه برشا برشا برشا، ما تاخوش برشا زبده، ما فيهش جوز زبده القوي، جنواز زادة خفيفة برشا وناجحة من أول تجربة بثلاثة مكونات أكاهو. تبعوا الفيديو للآخر وشوفوا المراحل الكل اللي باش يتعدوا بها، وشوفوا كيفاش يجيكم الجاتو. بالحق راهو حاجة تحفونا برشا وتنوروا بها وجوهكم في راس العام. كيف ما تشوفوا الجنواز متاعنا، كيف ما قلت لكم راهي جنواز ناجحة، هذه الجنواز الأصلية متاع المحترفين اللي ما فيهش حتى تعقيدات. ثلاثة مكونات أكاهو اللي هما السكر والعظم والفارينة، 4 كعبات عظم عليهم 120 جرام سكر، 120 جرام فارينة، وزوز ساشيات سكر فاني. كيف ما تشوفوا لهنا فصلت الأبيض على الأصفر. الأبيض باش نحط فيه رشة ملح باش نعدلوا بها المذاق متاع الحلاوة، ولهنا باش نركضها بالابيض هذيك، باش نركضوا توا بالباتور كيف ما تشوفوا هكاكا. ووقت اللي يعمل اكل كشكوشه نبدا انا نزيد فيه في السكر. هذه راهي الجنواز الاحترافيه الاصليه، هذه اللي يخدموا بها الناس البروفيسيونيل. الاضافات الاخرين كلهم راهو زادوهم ناس عاديين حبوا يحسنوا من الجنواز بالنسبه للناس اللي ما تنجحش معاها الجنواز. لكن هذه راهي انا ناكد لكم راهي ناجحه من غير لا جيلك لا خميره لا حليب لا زيت لا حتى حاجه زايده. جست تبعوا المراحل بالضبط وتنجح معاكم الجنواز حتى لو كانك اول مره تعمل جنواز. انا ناكد لك اللي راهي باش تنجح معاك الجنواز هذه. كيف ما تشوفوا نقعد لهنا نزيد في السكر بشويه بشويه وانا نكمل نركض. توا ما نقصش عليها جمله ونقعد نركض هكاكا حتى لين يولي الخليط متاعي ابيض، ما حاشناش بيه باش يولي عاقد، اما راهو يلزم الفوليوم متاعو يتضاعف وولي لونه ابيض. حاجه سهله برشا، هذه اسهل نوع متاع جنواز. كيف ما تشوفوا باش نقعد هكاكا نواصل نركض فيه هكاكا. وبالطبيعة كانك دخلت أول مرة للقناة وأول مرة تشوف القناة وعجبك الفيديو، ما تنسيش باش تحط اشتراك، تعمل اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وانتم بالطبيعة الناس الكل ما تنسيوش الجيم والكومنتير. انا كنت في بالي مانيش باش نصور فيديو متاع جاتو، لكن طلبته مني اخت، قلت علاش ليه خليني نعمله لها وتحبوا بنكهة الكراميل. هذاك علاش عملت اليوم الجاتو متاعنا بنكهة الكراميل. لهنا زدت زوز ساشيات سكر فاني، نجم تحطوا راهو فاني ليكيد مغرفه صغيره، ونقعد نركض هكاكا لنتاكد اللي السكر متاعي راهو ذاب سيء باش من بعد ما يقعدش يتقرمش في الجنواز. في اللحظه هذه شفتوا كيفاش ولا يعمل هكاكا هو في الخطوط هذوكم. انا توا باش نزيد الاصفر متاع العظم، باش نقعد نزيد بالاصفر بالاصفر بالكعبه بالكعبه ونكمل نركض زاده. راني قاعده نخدم باقوى فيتيس. نكمل هذه المراحل هذه الكل. بالطبيعة الفور متاعي راهو قاعد يخدم على 180 درجة، النار من فوق ومن اللوطة. وبالطبيعة قبل ما نبدأ أنا نركض فيها توا راني محضرة الطبق متاعي وحاضر بحذايا، على خاطر راهي الجنواز هذه ما فيهاش لا خميرة لا جيلك لا حتى حاجة، دونك يلزم نخدموها ديريكت نحطوها في الفور. ما كانش اكل يطلعنيه هذاك الكل راهو باش يعاود يتيح من بعد، وهذاك علاش الجنواز متاعنا ما تنجحش به. لهنا كملت كيف ما تشوفوا هكاكا، كملت دخلت على الاصفر هذيك مع الابيض متاع العظم. وفي اللحظه هذه توا باش نحي الباتور، ما عادش باش نخدم بها سيء، وتوا باش نخدم بالفوي. نجيب الفارينه متاعي، شوفوا المرحله هذه زيد ناكد عليكم تبعوها بالضبط. بالنسبه للمبتدئات اللي عمرها ما عملت جنواز، شوف كيفاش تقعد تغربل بالمغرفه بالمغرفه، توزعها هكاكا على الخليط الكل باش الفوليوم اللي طلعناه هذاك الكل ما يتيحش، وتخلط بالفوي. انا راني جو بريفير اني نخلط بالفوي اول مره خير من السباتول. تخلط من فوق اللوطه في اتجاه واحد، سواء على اليمين ولا على اليسار، كل واحد كيفاش معناها اليد اللي يستعمل فيها. اما الاتجاه اللي بديت بيه تكمل بيه، تسيس بشويه بشويه. تبع المراحل والنصائح اللي نقولكم عليهم الكل راهي تنجح معاكم الجنواز، ومتاكده اللي باش نجربها باش تنجح معاها. باش نقعد نكمل الكونتيتي متاع الفارينه هكيكا بشويه.
هذايا انا الكونتيتي اللي عملتها نتاع طبق 30 على 40. تجينا الجنواز باهيه ماهيش خشينه وماهيش جيده برشا. اذا كان انت الطبق نتاعك اكبر تنجم تضاعف في الكميه. على كل كعب عظم تعمل 30 غرام فارينه 30 غرام سكر، ما فيها حتى شيء، اسهل من هكا ما فماش. اذا كان الطبق نتاعك اصغر نقص في الكونتيتي نتاع العظم ونتاع السكر ونتاع الفارينه. كل ما تزيد كعب عظم تزيد عليها 30 غرام سكر 30 غرام فارينه. نقعد لهنا نخلط في الخليط نتاعي بالسياسه، او كما حبيتش انا نزرب الفيديو باش نوريكم كيفاش قاعده نخلط. راني مانيش قاعده نزرب، راه قاعده نخلط بشويه بشويه. توا في اللحظه هذه باش نجيب السباتول نهبط اكل الجناب الكل هذوك نتاع الخليط اللي في الصحفه باش نتاكد اللي الفارينه الكلها سي تخلطت. ما نجيش من بعد انا نصبها في الطبق ونلقى الفارينه مزالت. نخلط في القاع هكاكا كيف ما تشوفوا، ونعمل الضربه هذيك في الوسط باش نتاكد اللي راهو ما قعدش فما فارينه من اللوطه. توا باش نجيب الطبق نتاعي كيف ما شفتوا غلفته بالبابي كويسون. الطبق دهنته بالزيت، حطيت عليه بابي كويسون شويه راهو زيت مش برشا. واللي تخاف البابي نتاعها تكون مش باهيه والجنواز تلصق فيها من بعد، تدهن زاده هي البابي بشويه زبده والا شويه زيت، شويه راهو ماهوش برشا. توا نصب الخليط نتاعي الكل هكاكا، وكيف ما قلت لكم راهو الفور قاعد يخدم على 180 درجه، النار من فوق ومن اللوطه. ما تحلش عليها الفور قبل درجين، راهي متيبش قبل درجين. اذا كان تحل عليها الفور راهي ماهيش باش تنجح معاكم، باش تجيك جنواز راهي ماهيش باهيه وباش تسيح لك. بعد درجين وقتها انت طل عليها وشوفها. توا نعمل الضربه هذيك على الرخامه كيف ما تشوفوا هكاكا باش نخرج اكل الهواء اللي فيها، وما تجينيش من بعد فيها برشا نقب في الوسط. لهنا الجنواز نتاعنا حضرت كيف ما تشوفوا، خليتها بردت في راحتها. وتوا باش نعدي جوست السكينه هكاكا اكاهو، ومن بعديك نخرجها تخرج معايا ساهله ماهيش باش تلصق في الطبق. اللي تقولي باش نجم نعوض البابي كويسون، راه ما تنجم تعوضها بحتى شيء. بالنسبه للجنواز ما تنجم تعوضها بحتى شيء، على خاطر راهي باش تلصق لك في الطبق وما تتنحاش من بعد. شوفوا لهنا جوست نهزها هكاكا تتهز معايا فاسيلمون. شوفوا الجنواز نتاعنا ماهيش قلت لكم عاليه برشا وماهيش زاده راهي جيده برشا، باهيه هكاكا. بالطبيعه باش نغطيها ونخليها تبرد في عقلها. توا باش نحضروا الكريمه نتاعنا، كريمه صدقوني بنينه برشا برشا برشا. لهنا كيف ما تشوفوا خديت 500 مليلتر حليب نص لتر، خديت عليها 3 مغارف كبار نتاع نشا، مغرفه كبيره نتاع سكر، وخديت كيف ما تشوفوا باكو نتاع فلان. الفلان هذايا موجود ديجا في لي غران سيرفاس الكل، سومو ماهوش غالي، وصدقوني باش تجي في الكريم بنه 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 على الاخر. لهنا كيف ما تشوفوا اذا كان انتم الفلان باش تستعملوه ما فيهوش سكر تحطوا 3 مغارف سكر، اذا كان كيف هذاك فيه السكر تحطوا جوست مغرفه اكاهو. 3 مغارف نشا كيف ما قلت لكم، وباش نحط عليهم نص لتر حليب، ونحط عليهم الباكو هذاك نتاع الفلان، ونطيبهم كيف ما نطيب كريم باتيسير بالضبط، نفس الطريقه بالضبط. حاجه سهله وما فيها حتى شيء، حاجه مختلفه. الكريمه هذه مش باش تاخذنا برشا زبده، خاطر قلت لكم ديجا فما شكون اللي قالت لي راني نحب نعمل كريم موسلين اما ما نحبش فيها برشا زبده ونحبها خفيفه على الاخر. دونك احنا عوضنا الكريم موسلين بالكريم هذه، حاجه في متناول الناس الكل. نكمل نخلط كيف ما تشوفوا هكاكا ونحط نطيبها على الغاز. ومن هنا طابت الكريمه نتاعنا، حطيتها في صحن هكاكا، وباش نغطيها زاده هي بساشي اليمونتير ولا بابي فيلم اون كونتاكت ونخليها تبرد. راني ما دخلتهاش للفريجيدير وجم خدمتها ديجا في نهارها، خليتها فوق الرخامه هكاكا حتى لين ولات بارده. خدمتها معناها بريسك في نصف نهار. في الليل انا قديتها. لهنا جبت انا الصحفه توا كيف ما تشوفوا الكريمه نتاعنا بردت سايي كومبليتمون، ما نخدموش بها وهي سخونه. وريتوها كيفاش يبست. توا باش نحاول اني نركضها بالباتور هكاكا. شفتوا قداش هي يابسه، ما تخافوش منها عادي. راهو احنا توا باش نحلوها بالزبده. الكونتيتي هذيك نتاع الكريم اللي عملتها باش نحط عليها 150 غرام زبده. انا استعملت مارغرين، تنجموا تستعملوا انتم زبده حيوانيه اللي يساعدكم، اما حتى بالمارغرين راهي بنينه جات على الاخر. نقعد نزيد في الكريمه في الزبده زيده راهي بدرجه حراره الغرفه، راهي ماهيش من الفريجيدير جبتها، خليتها من قبل، جبتها من الصباح من الفريجيدير وخليتها فوق الرخامه. نقعد نزيد في الزبده بشويه بشويه ونخلط كيف ما قلت لكم 150 غرام زبده اكاهو. متاكده اذا كان باش تجربوها راهي باش تعجبكم بالحق. القوم تاعها بنين برشا برشا برشا.
ونكمل هكيكا نركضها. الكريم نتاعنا حضرت كيف ما تشوفوا، عاقده باهيه، نجموا تعملوا بها مونتاج، نجموا تزينوا بها. انا مانيش باش نعمل بها، مانيش باش نحطها في وسط الجاتو. في وسط الجاتو حضرت كريم موسلين، عملتها زاده هي بالكريم باتيسير كراميل. ديجا الناس الكل تعرفوا انا عندي فيديو نتاع كريم موسلين، جوست معناها هذيك الكريم موسلين اللي عملتها في الفيديو جو نوازيت، هذه عملتها جو كراميل نفس الشيء بالضبط. عملت باكو كريم باتيسير، عليه 400 مليلتر حليب، عليه 4 مغارف متاع سكر، طيبتهم بالطبيعه، ومن بعديك زدتهم الزبده كيف بردوا. لهنا هذاك السيرو دمبيباج كيف ما ديما نقول لكم، كاس سكر عليه كاس ماء، وقت اللي يبدا يغلي نحسب له 5 دقائق نطفي عليهم، بعديك نزيدوا لاروم اللي انا نحبها. انا لهنا زدت قهوه سريعه الذوبان. كيف ما تشوفوا لهنا حطيت الجنواز نتاعي، حطيت السرسو. ماذا بيكم للمبتدئات اخدموا بالسرسو، راه باش تجيكم الخدمه بالحق تحفونها برشا. بعد ما سقيت هكاك الجنواز حطيت الكريم، وما تحطوش معناها كوش خشينه برشا نتاع كريم، حاولوا انكم ما تكثروش الكونتيتي نتاع الكريم اللي عندكم، اقسموها على صحافي قد بعضهم باش ما تجيكش كوش عاليه وكوش ناقصه، فهمتوا؟ لهنا عندي بفريوه محمرتها وما قصيتها جوست بالسكينه هكا هاو، راهي معناها ما هرستهاش ولا رحيتها ولا حتى شيء، جوست قصيتها هكاكا بالسكينه. وباش نحطها في الوسط، انتم اختياري تنجموا تحطوا اي حاجه تحبوا عليها ولا تخلوها هكاكا سامبل. وهذايا لهنا عندي صوص كراميل عملته زاده في الدار، تو نهبط لكم الفيديو نتاعو وحده باش ما يجيش الفيديو طويل برشا نتاع الجاتو. باش نحطوا زاده راهو بنين برشا برشا برشا، وزاد الجاتو بنه على بنه. قعدت هكاك نحط في الكراميل، حطوا الكونتيتي اللي تحبوا عليها انتوما، سواء تحبوا تحطوا صوص كراميل والا لا. اما كيف ما قلت لكم انا حبيت نعمل جاتو جو كراميل، دونك علاش ليه قلت نعملوا صوص كراميل في الدار. اول حاجه اقتصادي، وثاني حاجه بنين برشا. وتوا باش نكمل المونتاج نتاع الجاتو نتاعي. هذايا كيف ما تشوفوا لهنا هما زوز ترونشات، على خاطر انا الطبق نتاعي السرسو نتاعي اللي قاعده نخدم به توا 25 على 25، نسيت ما قلت لكمش. عملت جوست طبقتين هكا هاو نتاع الجنواز، قصيت زوز طبقات كاملين اللي هي من اللوطه ومن فوق، وهذوكم اكل الديشي اللي باش يقعد من الطبقات نتاع الجنواز حاولت نستويهم مع بعضهم، وحطيت عليهم السرسو وقصيتهم زاده. هذوكم نحطوهم ديما ماذا بيكم اكل الحاجات المقصوصين، الجنواز المقصوصه والا مفتفته ولا اي حاجه حطوها في الوسط، خاطر كي باش تحطوا عليها الكريم من بعد راهي مش باش تبان. لاني كيف زاده هي سقيتها بشويه سيرو دمبيباج، حطيت الكريم، حطيت النوازيت. هذه حاجه سهله نتصور اي وحده فيكم تعرف تعملها، مانيش باش نطول عليكم الفيديو برشا. من بعد كيف زاده باش نحط عليها الكراميل نفس الطريقه اللي عملتها المره الاولى بالضبط، ونكمل نحط عليها من بعد الطبقه الثالثه كيف. وشوفوا الجنواز نتاعنا قديش خفيفه بالحق، راهي خفيفه على الاخر، وقلت لكم راهي ناجحه. جربوها وشوفوا كيفاش تنجح معاكم. لهنا نحاول نضغط عليها هكاك شويه بيديا باش من بعد ما نخليش الهواء ما بين الجنواز والكريم، كي نجي نقصها تجيني كلها لصقه في بعضها. ولهنا توا جبت الكريم اللي عملناها في اول الفيديو، هذيك اللي هي بالفلان، هي اللي باش نغلف بها الجاتو نتاعنا. راهي حاجه بنينه برشا 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 بالحق، ننصحكم جربوها. كيف ما تشوفوا اقتصاديه، ما تتكلفش، وراهي سهله، ما تاخوش كونتيتي كبيره بتاع زبده بالنسبه للناس ما تحبش القول قوي بتاع الزبده، وخفيفه برشا معناها مطعمها بالحق. والقوم تاع الكراميل نتاعها ظاهر، نجموا زيدوها زيدا صوص كراميل كيف ما تساعدكم انتوما. انا جوست من هنا باش نزين بها هكا هاو. وانتوما ليكم حريه الاختيار، تنجموا تعملوها الكريم هذه في وسط الجاتو، ولا تنجموا زينوا بها من برا كيف ما انا عملت. كيف راهي تصلح لهم الزوز. نجموا تضعفوا زاده في الكونتيتي، لان الكميه اللي قعدت لي نتاع الصوص كراميل باش نصبها فوق الكريم هذيك ونحلها فوقها. كيف ما تشوفوا كده نحاول نستويها كلها على الجاتو،
ومن بعد باش نزينها. التزيين عندكم حريه الاختيار، تزينوا كيف ما تحبوا. بقيت الكريم هذيك اللي قعدت لي زينت بها هكيكه، ومن بعد باش نرش عليها شويه بفري وزيده هكيكه، هروشتها شويه. حاجه سامبل، حاجه بالحق ما تتكلفش، ما تاخوش منكم برشا وقت. صدقوني خدمتها معناها في العشيه، شويه خدمت الصباح وشويه الاخر في العشاء، في نهارها كملتها، ما خدتش مني برشا وقت كيف ما تشوفوا. حاجه تعمل 66 كيف. هيا اذا كان مازلت مبرمجتش شنو باش تعمل في راس العام، هذه فكره جاتو اقتصاديه وبنينه برشا برشا برشا، فيها سيرتو للناس اللي تحب الجول نتاع الكراميل. حاجه تعمل 66 كيف، جنواز ناجحه، جاتو بنين برشا، صوص كراميل تحفون على الاخر. وحاسين متكم من شهيكم، وطبعا بقى لي باش نقول لكم بسلامه وفي الامان الناس الكل.